السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وسعادة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة قلت أعمل لكم الممبار بخلطتي بقى اللي بعملها كل مرة يعني وكده. جبت نص كيلو ممبار وقطعته. طبعا تنظيف الممبار انتوا عارفين هو بيتنضف بيه الدقيق والليمون. بلاش تحطي خل علشان ما يزفروش اكتر. يبقى نحط دقيق وليمون ومعلقه بيكربوناتو، وبعد كده بنسيبه شويه في شويه ميه. بتسيبيه مثلا ساعه ولا حاجه، وبعد كده بتقعدي بظهر السكينه طبعا تقعدي تكحتي كده الطبقه اللي بتبقى عليه. ده طبعا بعد ما تقلبيه على الناحيه التانية، يعني اللي هو الحته اللي جوه دي، حته الدهن دي تبقى من جوه، وتطلعي بقى الناحيه التانية وتقعدي تكحتي بظهر السكينه، علشان السكينه لو عملتيها باللي هو الوش التاني اللي بيقطع ده ممكن يقطع الممبار. تمام، هنخلي بالنا بس واحنا بنعمله علشان ما يتقطعش مننا. وطبعا بينضف كويس قوي. بتسلطي برضو عليه الحنفيه شويه بحيث ان هو يطلع كل حاجه بقى. بعد كده بقى بتسيبيه على جنب كده، وبتبتدي تعملي الحشوه بتاعه الممبار. كله بيبقى ني مع عندك مثلا كوبايتين او نص كيلو، عليهم كوبايتين من الرز، عليهم مثلا اكتر من نص كيلو طماطم بتقطعيها كأنك بتقطعي للسلطة كده. وطبعا الخضرة بتحطي 3 شبت وبقدونس وكزبرة زيها زي خلطة المحشي، بس كمان الفرق انك مش بتسبكي الطماطم بتبقى صحيحة زي كأنك بتعملي السلطة. بتحطي طبعا البهارات بتاعتك، وطبعا البصل بتكتري شويه في البصل. يعني حطيتي نص كيلو طماطم مثلا، هتحطي عليهم 5 بصلات من اللي هم الكبار شويه دول. تمام. وبعد كده بتحطي البهارات بتاعتك وبتبتدي تحشي زي ما انت شايفه كده. انا ببقى مقطعه الممبار، بيبقى شبر كده، مقاس شبر، يعني اللي هو مقاس مثلا 10 سنتي ولا 15 سنتي بالكتير قوي، زي ما انتوا شايفين اهو كده. ومش بتحشي جامد، يعني ما بتملهوش، لازم تبططي كده الممبار علشان ما تحشيهوش جامد، علشان ما يفرقعش مننا في الحله. طبعا هعمل حبه بالشطه وحبه من غير الشطه عشان الولاد. زي ما انتوا شايفين كده عملت الحبه اللي هم من غير شطه. ودلوقتي بدات احط الشطه والفلفل الاسود معاهم، عشان في ناس بتحب بالشطه وفي ناس بتحبوا اللي هو البارد، علشان الاولاد الصغيرين يعرفوا ياكلوه. تمام لحد كده. وبعد كده بدأت طبعا احشي الحبة اللي باقيين معايا كده. وطبعا بتبقي حاطة حلتين على النار، حاطة كل حلة طبعا بصلة، وكمان عليها ورقتين لورا وفلفل اسود صحيح. و لو في عندك البهارات برضو بتحطي برضو منها. طبعا لحد ما وصلت لحد دلوقتي بقى اعملي لي بقى لايك حلو كده جميل منك، ويا ريت كمان تشتركي في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده ان شاء الله باذن الله. ده شكلهم كده بعد ما حطيتهم. ولازم طبعا الحله تكون الميه تكون الشوربه اللي في الحله دي تكون بتغلي. انا حطيته هو ورق اللورا والبصل. ودي حطيتهم اهو ولسه هيبتدوا يغلوا. وبعد كده هقفل عليهم واوطي، اسيبهم حوالي ربع ساعه او نص ساعه كده على حسب ما الرز هيستوي معايا. هو الممبار مش بياخد وقت، يعني بيستوي بسرعه. طبعا بعد ما طلعتهم وسبتهم، يعني طلعتهم في طبق كده وسبتهم بيصفوا ميتهم خالص. بدأت احطهم في زيت غزير زي ما انتوا شايفين كده، واحمره على الناحيتين. تمام زي ما انتوا شايفين كده، واحده واحده. وخلي بالك يعني خليه يصفي ميته خالص علشان ما يطرطش عليكي في الزيت. وكده قلبيهم بالراحه كده زي ما انتوا شايفين اهو، واحده واحده كده لحد ما بيتحمر معايا وبيبقى شكله جميل. وده شكله اهو بعد ما طلع. رشيت عليه حبه بقدونس زي ما انتوا شايفين. وكان جنبهم طبعا عملت جنبه محشي كرنب زي ما انتوا شايفين كده. ودول الطبقين، واحد بالشطة وواحد من غير شطة بارد يعني. وحطيت طبق ملوخية كده شكله، انا بحب الملوخية بتبقى جنب الاكل كده، بتبقى حلوة قوي كده.
تابعوني ان شاء الله باذن الله، هنزل لكم حاجات كتيره قوي قوي ان شاء الله، يا رب تعجبكم. بتمنى يكون الفيديو النهارده ان شاء الله باذن الله عجبكم، وما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده ان شاء الله باذن الله. بحبكم قوي قوي قوي. هتوحشوني. مع السلامه.